انا كنت عايز اقول بقى النهارده انه الموضوع المره دي مش زي اي مره. عارفين ليه الموضوع مختلف؟ لان النهارده انا عايز اقول انا عايز اقول بقى، لان المفروض ان هو يعني كنت عايز اقول لكم انه هو مفيش غير ويندوز. انا مش بقول ان الويندوز وحش. بقول ايه؟ طيب انا بيهنج، بيعوز درايفرز، بيكبر على الهارد، بياخد رامات كتير، بيضرب. دي كلها تفاصيل انا مش جاي اتكلم فيها. استعملناه على اللابتوب اوكي، انما تحطهولي على موبايل وامشي بيه في جيبي في الشارع عادي بقى وعدة. عامة انا مش جاي اتكلم النهارده في مايكروسوفت حلوه ولا وحشه، لان ده بقى قدرنا في مصر. كلنا عارفين ان محدش ينفع يتخرج من غير ما ياخد اي سي دي ال. طب حد يعرف ان في 3 انواع من الاي سي دي ال؟ مايكروسوفت وابل ولينكس، بس احنا في مصر ما عندناش غير مايكروسوفت. طب ومعنى ان انا ما ينفعش اتخرج من غير ما اخد اي سي دي ال ومفيش اي سي دي ال غير مايكروسوفت، يبقى انت بتجبرني ان انا اكون مايكروسوفت يوزر. انا ما بقولش ان احنا نلغي مايكروسوفت، ولا بقول نلغي الاي سي دي ال بتاعتها، بس بقول ان كله يكون موجود واحنا لينا حريه الاختيار. في نقطه كمان مهمه، انه تعرف انك عشان تفتح شركه لازم تشتري لايسنس لكل كمبيوتر عندك في المكتب؟ تعرف كمان انك اتعودت تبقى حرامي لانك بتضرب السيريال ومش حاسس انك بتعمل اي حاجه غلط؟ طب تعرف ان لينكس ببلاش خالص هو والاوفيس اللي عليه؟ ما تقولش لينكس صعب، انك لما تسال حد جرب وتعلمه هتعرف انت فاتك قد ايه. انا بطالب وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزاره التعليم العالي ان هم يتيحوا كل انواع الاي سي دي ال ويسيبوا لكل طالب حريه الاختيار. نفسي لما الاقي ويندوز يوزر احس فعلا ان هو مختار ويندوز عشان حاجه، ساعتها يمكن اتكلم معاه، مش عشان هي كده. عايزين كل انواع الاي سي دي ال.